ROI في الواقع العملي مش ارقام وخلاص. ROI في الاستثمارات الكبيره مثلا اللي هي الكابكس، لو شركه مثلا اشترت مكنه بمليون جنيه، المكنه دي زودت الانتاج، قللت الهالك، زودت الربح السنوي ب 250 الف جنيه، ROI السنوي بتاعها يبقى ايه؟ الربح السنوي 250 الف جنيه على تكلفه الاستثمار المليون جنيه في 100، يطلع معانا ROI بتاع المكنه دي ايه؟ 25%. يعني معنى ده ان انا خلال 4 سنين اقدر ارجع ثمن المكنه بالكامل، وده استثمار مقبول جدا صناعيا. ROI في التسويق، ماركتنج ROI، شركه مثلا صرفت 50,000 جنيه اعلان، نتيجه الاعلان ده بس عمل لي مبيعات ب 200,000 جنيه، صافي الربح فيهم 40,000 جنيه، يبقى ROI بتاع الاعلان ده صافي الربح اللي حققته 40,000 جنيه، لما اقسمه على تكلفه الاعلان اللي انا عملته، تكلفه الاستثمار 50,000 جنيه، يطلع ROI كام؟ لما اضرب الناتج في 100 80%. ده معنى كده ان ده اعلان ناجح جدا، ده احنا لازم نكرره كتير.